السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز البطاطس. وعشان نفرز البطاطس مع بعض عندنا كذا نقطة لازم ناخد بالنا منها كويس اوي. اول نقطة يا حبايبي، ننقي البطاطس التفريز او بطاطس التحمير كويسة اللي هي بتنزل في اول الموسم. زي ما انتم شايفين معايا، في بطاطس رملية وفي بطاطس صينية. بس البطاطس اللي هي الطويلة ديت زي ما انتم شايفين معايا، دي بتبقى بتنزل في اول الموسم بس. بتبقى هي دي تحمير ومضمونة 100%، سواء كانت طينية او رملية. بغسلها كويس جدا وبقشرها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وتاني نقطة او تاني خطوة مهمة عندي، بتبقى ان انا اول ما بقشر البطاطس بغسلها تمام، وبنقطعها مع بعض كده قطع متساوية. انا بخليها تكون يعني معقولة، لان البطاطس الطويلة دي هتبقى البطاطسية طويلة جدا. لا، انا بقسمها على 2 وبنقطعها كده بمستوى واحد زي ما انتم شايفين معايا، وبنزلها في مية. وعلى ما بتخلصي تقطيع البطاطس، لان طبعا دي بطاطس تفريز، ممكن تعملي كيلو، ممكن تعملي 10 كيلو، ممكن 15، زي على حسب انت هتعملي كمية قد ايه في الفترة دي. لو قطعت البطاطس وسبتيها من غير مية هتسود. وبنخليها كده حبايبي 10 دقايق. وفي زيت غزير ببتدي تحمير في البطاطس. طبعا انا ما بحمرش البطاطس، انا زي ما انتم شايفين معايا كده بتبتدي بس يدوب يبقى لونها ابيض كده. بتاخد معايا مثلا من دقيقتين ل3 دقايق. وبطلع في مصفى عشان تصفي الزيت كويس. حبايبي ما تسمعوش من اي حد ان البطاطس لازم تطلع بيضة، ان قصدي البطاطس تطلع نية، البطاطس تاخد، لا. زي ما انتم شايفين معايا بتطلع معايا البطاطسية كده. كل واحدة تشوفيهم كل واحدة لوحدها تمام. بتحمري البطاطس بتتقني تحميرها، بس ما بتديكيش لون. وده بيديكي، دي طبعا بتبقى النقطة التالتة اللي احنا اتكلمنا عليها، بيديكي نتيجة مبهرة. هتشوفيها بعدين، هتشوفيها في اخر الفيديو. وفي كمان نقطة، في نقطة مهمة جدا احنا ما اتكلمناش عليها، هتشوفوها دلوقتي. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر. واللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينسانيش لايك وشير، وصلوا على الرسول وسموا بسم الله. وقولوا لي بتتفرجوا بتشوفوني من اي بلد. زي ما احنا شايفين مع بعض، طلعنا البطاطس. هنرصها بقى في صينية كل واحدة لوحدها تمام. صينية صغيرة تكون تدخل عندك في الفريزر، في الديب فريزر. كل واحدة لوحدها زي ما انتم شايفين معايا. ما تمليش، ما تزهقيش، لا اعملي على فترات، اعملي كل مرة كيلو، كل مرة 2 كيلو. المهم ما تعمليش البطاطس على بعضها وتعبي البطاطس على بعضها، لا ده هيديك النتيجة طبعا عكسية وسلبية جدا. شايفين انا بدخلها الفريزر لمدة ساعة. بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها بندخلها الفريزر زي ما اتفقنا لمدة ساعة. وبعد ساعة بتطلع معايا بالنتيجة دي وبالطريقة دي زي ما انتم شايفينها معايا. بنفكها من بعض، شايفين كل واحدة لوحدها. كمان لما تيجي تعبيها في الكيس او في العلبة، وشوفي انت هتشيليها ازاي، هتحفظيها بأي طريقة. شايفين حبايبي؟ كل واحدة لوحدها. مختلف تماما عن البطاطس اللي بتيجي من بره، مختلف تماما عن البطاطس اللي بتيجي بتاعت الشركات. لا، انت بتعملي حاجة بايدك، واثقة منها، حاجة نظيفة. كمان بتعمليها بإتقان وبتعمليها بطريقة كويسة جدا. بتمشي على خطوات سليمة، بتمشي على خطوات مظبوطة، تطلع معاكي البطاطس زي ما انت شايفة كل واحدة لوحدها. كمان لما بتيجي تحمري بتطلع معاكي طبعا تحفة، مقرمشة جدا، احسن من اللي بتيجي من المطاعم، احسن من اي بطاطس انت هتجيبيها من بره. شايفين حبايبي جميلة ازاي؟ حاجة تشرف وتشرفك تطلعيها في اي عزومة مع اي اكل. شايفين؟ في زيت غزير ببتدي احمر. ما بتاخدش معايا وقت في التحمير، بتاخد من دقيقتين ل3 دقايق بالكتير قوي. بتطلع معايا تاخد اللون الذهبي، مقرمشة من بره وهشة وجميلة، ومن جوه كمان طرية وحلوة. لا، بتديكي بصراحة نتيجة تحفة.
تقدري تاكليها جنب الفراخ، تقدري تاكليها جنب سمك، تقدري تاكليها مع أكلة شعبية كده جدا، تقدري تعمليها سندوتشات لوحدها مع السلطة، مع أي سلطات، مع صوص، مع كاتشب، مايونيز، موتزاريلا، زي ما انت عايزة. تمام. ايه، حاجة جميلة وحاجة تشرفك في أي وقت وفي أي مكان. شايفين بقى بتديكي اللون الذهبي الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله. بتديك النتيجة مبهرة جدا. وحتى لو حطيتيها للولاد في اللانش بوكس ياخدوها المدرسة، هتفضل زي ما هي، بسم الله ما شاء الله، هشة ومقرمشة وجميلة كده. عملتيها في الساندوتش، حطيتيها كده في اللانش بوكس ياكلوها حاف، تبقى جميلة وتحفة. انا هنا حطيت لها توابل البطاطس، بتجيبيها من عند العطار عادي جدا. عايزاكم تسمعوا الصوت. والف هنا على قلبك يا جميل. واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.